يقول: ما نصيحتك لنا في هذه الظروف، خاصة وأننا بالفعل ويشهد الله عز وجل على ذلك نريد الجهاد وبداخلنا قوة وعزم لأداء ذلك، ولكن نظرا للصعوبة الشديدة لدخول أرض فلسطين وعدم فتح باب الجهاد، هل يقتصر دورنا على الدعاء والتبرع أم تنصحنا بأشياء أخرى؟ ثم هل علينا تعليم أبنائنا على الأسلحة والجهاد التطبيقي؟ حديث أول شيء، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان صحيح مسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. خاصة في مثل هذه الأحوال عندما يكون المسلمون يعني فيهم ضعف، وبعض بلاد الإسلام يعني تكون قد يعني احتلت، وصار المسلمون يدفعون الجزية بدل أن يأخذوا الجزية. فلا شك يعني أن الإنسان المسلم يجب أن يحدث نفسه بالجهاد، ولكن على الأوضاع الحالية علينا بالدعاء لهم ولا ننساهم في سجودنا، في قيامنا، في كل وقت، أن ندعو لهم الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. ندعو على اليهود والصهاينة الذين يعينونهم من كل بلاد الأرض، وأن نتبرع لهم بالمال، وأن ننصح لهم، وأن ننصرهم بالذي نستطيع، والله المستعان.